صفتك أنت كنت مشرف على التنظيم أو داعم أو شيء؟ نقول احنا اساسا لسنا مؤهلين لهذا الامر. هل كان هناك شخص تستشيره معك في القيادة تتواصل معه؟ حتى في حين من صار تعارف بيننا وبين اخوة الاردن، قالوا سأنتوا تعالوا ادخلوا ويانا بالتنظيم. قلنا لهم نعتذر، نحن لا نشارك معكم. حياك الله أستاذ اياد. اهلا ومرحبا بكم. هذه هي الحلقة الخامسة إن شاء الله في سيرة ومسيرة، ووصلنا مع حضرتك إلى الأردن بعد 1980، وأنت خرجت في الشهر العاشر. نعم. واستقريت في الأردن وعملت. أريد أسأل عن سؤال بديهي الآن. طيلة العمل في العراق وأنت الآن غادرت العراق، من الذي ملأ المكان بخصوص الدعوة والتنظيم هناك؟ كما ذكرت سابقا، يعني كان طبيعة العمل معنا هو التنظيم الخيطي. فلما رحت للإمارات، عفوا إلى الأردن، يعني بعد بضعة أسابيع يعني راجعوني بعض الأخوة، قدروا يطلعون. بعض الأخوة راجعوني، وصار حديث بيننا وبينهم كيف يتم إدارة العمل. من غير الدخول بكثير من التفاصيل، فصار الرأي الآتي: أنه الآن العمل باتساعة ما عاد يحتمل تلك الصيغة التي كانت موجودة. هذا يعني صيغة تنظيم خيطي مرتبطة بشخص واحد، ولا بد من عملية تشكيل قيادة للعمل. فأنا أعطيتهم التفاصيل التي عندي، وطلبت من عندهم أنه يجرون عملية انتخابية بين حوالي 15 أخ من الأخوة الموجودين، لكي يختاروا من بينهم القيادة. اللي هم كان كل واحد من عندهم رأس خيط؟ كل واحد من عندهم كان حقيقة رأس خيط من هالخيوط الموجودة، ولا 15 تقريبا. وهذا الذي صار. فرجعوا وخبروني أنه تم الاتفاق على أن تكون القيادة من فلان وفلان وفلان. هذه يعني حددوا الأسماء. ذاك الوقت خلال الحرب العراقية الإيرانية، اعتمد العراق إلى حد بعيد على ميناء العقبة في كثير من واردات العسكرية، ولذلك كانت تقريبا كل أسبوعين هناك قافلة عسكرية، وربما أخرى. ومن الموافقات اللطيفة أنه يعني الضابط المسؤول عن تلك القافلة التي كانت تأتي كل أسبوعين أخ من أخواننا الذين كانوا ويانا، ضابط احتياط. وكان قد يعني أخذوا كذا، فهو كان يأتي. فكان في كل مرة يأتي نلتقي به. أحيانا ألتقي به في الزرقاء أو في عمان، يعني عندهم محطة استراحة، كانت تجي القافلة يستريحون بالزرقاء، ثم ثاني يوم أو بعدها يروحون للعقبة. وأحيانا ألتقي به بالعقبة، وأحيانا ألتقي به بالزرقاء. أنا علما أن ذاك الوقت كانت إقامتي في مدينة الكرك، اللي في منطقة هي بمثابة الوسط بين العقبة وبين عمان. فكان هذا الضابط عضو الارتباط؟ هذا الضابط عضو الارتباط. وهذه المرحلة كانت جدا مهمة، لأنه كان فيها كثير من يعني الحاجة إلى كثير من ترتيبات الأمور بعد الخروج. والرجل بارك الله به يعني أدى مهمته على أحسن ما يكون بهذه الصورة. هو أستاذ اياد الآن القيادة موجودة، صفتك أنت كنت مشرف على التنظيم أو داعم أو شيء؟ احنا اتفقنا بشكل ما على أنه هذه القيادة هي معنية بالشأن الداخلي. القرارات اكو حددنا نوع معين من القرارات لا تكون إلا بعد الرجوع لي. هذه مسألة حددنا، خاصة فيما يتعلق ب يعني السياسة العامة التي تتخذ. احنا ركزنا لأن كان هناك اتجاه وردة فعل عند البعض، يعني نتيجة المظالم، أو ربما قد يفكر
بأنه يتحول إلى عمل ذو طابع عنفي أو عسكري أو شيء من هذا. احنا كنا رافضين، يعني أنا شخصيا كنت رافض هذه المسألة. نقول احنا أساسا لسنا مؤهلين لهذا الأمر، وهذا له تداعيات كثيرة. يعني أي عمل من هالقبيل يجر إلى تداعيات كثيرة، خاصة في أجواء حرب يعني مع هذا إيران. شفناها بعدين. بعض الأخوة الكرد يعني مثلا تبنوا هذا الاتجاه، ذهبوا إلى إيران، التفوا حول ملا عثمان، تشكلت الحركة الإسلامية. كثير من عندهم كانوا يعني في ذاك الوقت في الجو الإخواني، أو يعني ضمن هالدائرة، ليس كلهم. فكان يعني يدور في هذه المسألة. وبعدين ووقت الحركة الإسلامية بعدين تبنوا مسألة القتال. أخوة آخرين اللي الآن متمثلين بالاتحاد الإسلامي الكردستاني لا، رفضوا هذه السياسة. فكنا يعني كنا نخشى من حالات التي يجري فيها حالة من التهور أو نتيجة ردود فعل أو عمليات اضطهاد فيترتب عليها ردود فعل في أجواء يعني مشحونة ليست سهلة. فمضت الأمور بهذه الصورة، ونظمنا العلاقة بيننا وبينهم. وبعدين الله يسر أنه أحد الأخوة السوريين اللي كان يتردد دائما بين العراق وسوريا، فهذا أيضا كان عنصر ثاني في يعني تولى هذه المهمة. ولما انكشف التنظيم أيضا يعني ذهب للسجن وحكم حال إخواننا الآخرين. تم الإفراج عنه وتوفى رحمة الله عليه قبل بضع سنوات. كانت علاقة إخوان سوريا بالحكم وبصدام كانت جيدة. وكان ولذلك يعني الأخوة السوريين برئاسة عدنان سعد الدين لما صارت فوجئوا جدا ووقعوا في وضع محرج قدام صدام حسين، أنه أحد عناصرهم هو يقوم بمهمة من هالقبيل. يعني كلش كانوا محرجين في ذاك الوقت، لأنه يعني متفقين أنه ما يدخلون بالشأن العراقي. يعني هكذا يعني هم العراق. وهذا حال أي حركة بنتجي حركة معارضة إلى بلد وتوفر لها أنت الحماية ومجال العمل. الشرط الأول أن لا تتدخل بشأن الداخلي في ذلك البلد بأي شكل من الأشكال. يعني فهم يعني هذه أحرجوا بها قدام السلطة العراقية ذاك الوقت. طيب أكو سؤال مهم أستاذ إياد، أنه هل كنت وحدك في الأردن؟ يعني أقصد هذه الرؤية، هل كان هناك شخص تستشيره معك في القيادة، تتواصل معه، تدرسون هذه السياسات؟ العدد الأخوة العراقية بشكل عام، عدد العراقيين الذين يعملون في الأردن محدود. كان أكو عدد من الطلاب يدرسون زين، من الأخوة ما كان موجود. يعني يمكن كشخص عراقي من ضمن تنظيم الإخوان من رحت قد يكون أنا الشخص الوحيد اللي كنت موجود هناك. بعدين إجا أخ آخر يعني وكنا نتواصل، فما كان عندنا ذلك النشاط. وإحنا أساسا يعني القرار اللي متخذي أنه عملنا يقتصر على العمل العراقي، لا نتدخل بالآخرين. حتى في حين من صار تعارف بيننا وبين أخوة الأردن قالوا سأنتوا تعالوا ادخلوا ويانا بالتنظيم. قال لهم نعتذر، نحن لا نشارك معكم ولا ندخل معكم بأي شكل من الأشكال. احنا على حتى لو باقين واحد اثنين بس نبقى بهذه الوضعية. فيعني اعتذرنا منهم عن هذا الأمر. هذه نقطة مهمة أستاذ إياد. الآن الشباب اللي يسمعون، شنو فائدة أن تقتصر في التنظيم على داخل بلدك؟ يعني الإيجابيات، وإذا أكو سلبيات أيضا تذكر، وشنو خطورة أو خلينا نقول أيضا الإيجابيات والسلبيات إذا صرت ضمن تنظيمات أخرى خارج بلدك؟ يعني هي عدة اعتبارات، هنا اعتبارات متعددة. تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن كان تنظيما علنيا مفتوحا. إحنا مهزومين ونخفي أنفسنا ولا نعلن عن هويتنا في الأردن، فمضينا في هذا الاتجاه. فيعني احتمال كبير أنه وضعنا يكتشف. خشية الاختراق. لا معنى أن تكون جزء من تنظيم
ثم لا تكون فاعلا فيه، يعني مجرد اسمك موجود من لا معنى فيه. ردنا أن نركز على عملنا العراقي البحت، دون أن نشغل أنفسنا بأمور. وجدنا بعض الأخوة وخاصة ممن ذهب إلى أوروبا والكذا، لما انشغل بالعمل الإسلامي هناك يعني أشغله عن بقية الأعمال، وإحنا في تقديرنا حصل منه تقصير باتجاه العمل العراقي. والأخوة الذين ركزوا على أن يبقوا في إطار العمل العراقي بقوا إنتاجهم يعني وأدائهم في هذا المجال. المهم يعني هي سياسة اتخذناها، وأنا شخصيا كنت مقتنع بها ولا زلت ملتزم بها إلى حد الآن. وهي صحيحة إلى حد كبير حقيقة. يعني على كل حال يعني هذا ما التزمنا، يعني اجتهادنا كان بهذه الصورة. طيب أنت بقيت إلى سنة 1986؟ إلى سنة 86 أنا رحت إلى الأردن، يعني صارت عندي فرصة أن أشتغل في شركة البوتاس العربية. ساعدونا بعض العراقيين المقيمين، يعني من كانوا يعني خرجوا إلى الأردن من فترة طويلة واستقروا هناك، وربما أخذوا جنسيات أردنية لا أدري يعني، ولهم بعض المواقع، فساعدونا هؤلاء الأخوة. قصدي لم تتعرف بعض الناس لأن نعرفهم، يعني عائليا نعرفهم، أشخاص عائليا نعرفهم، فساعدونا. فاستطعت أن أحصل على عمل في شركة البوتاس، وبقيت أشتغل بها من شهر 11 80 تقريبا إلى منتصف عام 86. لم تتعرض لمضايقات؟ لا نهائيا. في الجانب العراقي أستاذ إياد، أريد تسوي لي تقييم سريع هالشكل، نظرة جنرال فيو في ما يقولون لموضوع الحرب العراقية الإيرانية. الحرب العراقية الإيرانية يعني حقيقة حرب معقدة حقيقة، والبحث فيها متشعب، ولكن كاختصار هسه احنا لا ندري نتكلم عما كتبوا من أرخوا لهذه الحرب بأسبابها أو نتكلم بمشاهداتنا. نقول باختصار: الثورة الإسلامية في إيران لم تجعل إيران هدفها النهائي، هم لم يخفون هذه المسألة، يعني لا في دستورهم ولا في خطاباتهم والكذا مبدأ تصدير الثورة. اعتبروا ذلك، وإلى حد الآن يعني هم يعني النظرية التي يتبعوها التي تحكم إدارة الدولة أنه إيران كما سميت أم القرى هي نقطة الانطلاق للتغيير الإسلامي في المنطقة. ونظروا لهذه المسألة وسعوا إلها وحاولوا أنه ينفتحوا على أطراف متعددة ضمن هذه الإطار. هنا طبيعة الحال الصدام الأول سيكون مع من؟ مع العراق، أولا للنسبة الشيعية العالية التي فيه، هي واحدة، وأيضا لأنه يعني مجاور. المرجعية الشيعية الأولى تعتبر فيه، المراقد المقدسة عند الشيعة موجودة فيه، يعني كل الاعتبارات تجعل أنه الهدف الأول هو العراق. لم يكن أعتقد في وارد الدولة الإيرانية بعد الثورة أنه تقوم بحرب على العراق، ولكن كانت تأمل أنه توتير العلاقات يساعد على إيجاد انتفاضة داخلية قد تسقط النظام. النظام يعني انتبه لهذه المسألة، وربما لام نفسه أن لم ينتبه لكيف كان السيد الخميني يفكر وهو في لجوءه السياسي للعراق. وأصدقت ولم يكن يخفي هذه المسألة، يعني الكتاب الذي ألفه عن الحكومة الإسلامية يحمل هذه المسألة. وكان يختلف يعني بينه وبين المرجعيات الدينية في النجف، بينهم حالة اختلاف حول هذا الموضوع. فهي بدأت بجملة من التحرشات الحدودية أو الاشتباكات الحدودية. هل هي مقصودة؟
اجتهادات، لأن تعرف الحالة يعني أكو نوع من حالة الفوضى اللي صارت بعد ما صارت الثورة الإيرانية، وربما كثير من العناصر تتصرف ليس بتوجيه مركزي. العراق يعني ربما صدام حسين أنا أعتقد واحدة من الأمور التي دفعته إلى أن ينحي أحمد حسن البكر وأن يأتي مكانه هو هذا الموضوع. فالعراق بدأ يخطط لدخول حرب، وعندنا بعض الشهادات من بعض الجهات المطلعة تقول أنه بدأ العراق يعني بعد نجاح الثورة بفترة بدأ جعل احتمال أن دخوله في حرب مع إيران يعني جعله في الحساب، وبدأ يعني يستعد لهذه المسألة، ثم قرر أن يقوم بذلك الهجوم الشامل. تقدير القيادة العراقية حنلمسه دائما كان واضح، هي يعني تقدير قاصر، يعني تفترض نتائج حسنة وغير واعية لطبيعة المخاطرات التي تدخل فيها. يعني افترضت أنها ستقوم بهجوم يفاجئ الإيرانيين. هم الإيرانيين يتفاجئوا بالهجوم حقيقة، لم يكونوا يتوقعون أن العراق سيقوم بهجوم، ولذلك نجحت القوات العراقية في البداية وبسهولة في أن تدخل الأراضي الإيرانية، مما يشير عدم وجود استعداد. يعني كانوا يتحرشون ولكن لم يكونوا مستعدين للحرب. هذه النقطة الأولى. فتفاجؤوا، ونجحت القوات العراقية في أن تدخل إلى داخل الأراضي الإيرانية لبعض المسافات. وتوقع العراق، وفعلا العراق بعد شهرين يعني دعا إلى وقف إطلاق النار، وتوقع أن الأمم المتحدة كحالات كثيرة مشابهة سوف تتخذ الأمم المتحدة القرار بوقف إطلاق النار وتجري تسوية الأمور، ويستعيد العراق يعني ما تنازل عنه سابقا لشاه إيران من نصف شط العرب وبعض الأراضي الحدودية والمناطق الحدودية. معلوم أن هذه الاتفاقية التي سواها ويا شاه إيران العراق تنازل عن هذه المسائل. فكان ولذلك يعني من صارت الحرب يعني العراق مزق الاتفاقية وأعلن عدم الاعتراف بها. اتفاقية 76 يسموها، اللي صارت بالجزائر، اتفاقية الجزائر. أي، وهذا يعني يشير إلى ضحالة تفكير القيادة السياسية العراقية. ما عندها تقدير إلى طبيعة إيران، ولم يكن عندها تقدير إلى طبيعة الثورة والتفاف الناس حولها، لم تكن واعية إلى مسائل كثيرة. ووجدنا تلك السذاجة في التفكير حتى في النزاع مع الكويت. واضح القيادة كانت ضحلة جدا في تفكيرها، سواء الاستراتيجي أو تقدير العوامل الدولية أو عناصر القوة عند الآخرين إلى ذلك. فمعروف الحرب واستمرت بهذه الصورة، ودخلت واحدة من المسائل الرئيسة، وهو أن الغرب أراد لهذه الحرب أن تستمر حتى يضعف الطرفين. ولم يخفوا هذه النية. يعني في الصحافة الغربية أو مراكز الدراسات ذكرت هذه المسألة، أنه من مصلحة الغرب أن تستمر هذه الحرب بين دولتين كبيرتين لهما مستقبل واعد في المنطقة. يعني لو أن إيران والعراق اتفقتا، هذه بنظامها العلماني وتلك بنظامها الإسلامي، وعلى أن يستمروا ودون اعتداء ويحافظ على السلم مع بعضهما، فحقيقة شأن كل بلد من عنده الآن يعني بشكل لا تتصوره. يعني حتى لو نجي نحسبها اليوم، إمكانات إيران المادية كانت أفضل من إمكانات تركيا، حتى إمكانات العراق الاقتصادية ووضعها مقارنة مع تركيا كان وضعه أفضل زين كذا. فكانت الفرصة عندهم واعدة جدا، ولكن الحرب حقيقة ساهمت في تدمير البلدين. أريد أسأل أستاذ إياد حول انعكاس الحرب على التنظيم والحركة والدعوة.
يعني أنت كنت في الأردن نعم. تتواصل مع الداخل والقيادة في الداخل، كيف كنتوا تنظرون أو تداعيات هذه الحرب على التنظيم؟ احنا كنا في حالة من صارت الثورة الإيرانية، بقينا في حالة وهو كيف نقيمها. يعني كيف نقيم الثورة الإيرانية؟ تجربة جديدة. هل نعتبرها ثورة إسلامية بالمعنى العام، أم هي ثورة شيعية أي إسلامية شيعية فهي محصورة في إطارها المذهبي؟ فكان الرأي في الداخل عندنا هذا الحدث مع حتى قبل أن أخرج، لأنه لما صارت الثورة فكرنا كيف نقيم هذه الثورة. قلنا من السابق لأوانه إصدار حكم. زين، الصورة الأولى كانت تظهر إلى أن الثورة الإسلامية في إيران هي ثورة فيها تيارات متعددة، زين، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بل حتى العناصر الماركسية كانت مساهمة في هذه الثورة ضد الشاه. فما هو مستقبل تلك الثورة؟ ما هي الاختيارات التي سوف تمضي فيها؟ فقلنا من الغير الصحيح أن نسارع باتخاذ موقف، لا موقف المعاداة ولا موقف التأييد، وإحنا ما عارفين مآلات الوضع، فكنا نتعامل بتحفظ. صح، في العالم الخارجي المسلمين بشكل عام بنقمتهم على شاه إيران كانوا متعاطفين بشدة مع الثورة الإسلامية، ونعلم أنه كثير من الحركات الإسلامية والبلدان الإسلامية بعدين تبدل موقفهم. يعني لما انسحب العراق من الأراضي الإيرانية وأصرت إيران على استمرار الحرب، الموقف الإسلامي تبدل لصالح العراق ضد إيران، وجدوا أنه هذا موقف ليس مناسبا. المهم كنا متحفظين عن هذه المسألة. ثم بدأنا أن الثورة شجعت، واحنا يعني كنا طلاب بالجامعة وعندنا علاقات وكذا، كنا يعني شاهدين على التحرك الذي يجري في الوسط الإسلامي الشيعي ونشاطه، يعني لم نكن بعيدين عنه أو عدم معرفة به. فإحنا لاحظنا ازدياد النشاط، بل حتى لاحظنا محاولة أنه جر الآخرين معهم إلى تلك النشاطات. يعني إيران الثورة تحركت على التيارات الشيعية. نحكي عن التنظيمات الشيعية في العراق. هذه التنظيمات الشيعية تعاطفت ويا إيران بشكل واضح، كان واضح أنه عندها نية في نشاطات في الداخل، يعني نشاطات معارضة، شلون كيف لا أدري، وأنه هم يرغبون في أن يسحبوا العموم الإسلاميين وياهم في تلك النشاطات بالضد من الدولة العراقية. يعني كانوا مستعدين لهذه اللحظة. يعني هم ما كانوا يعرفون الثورة متى تصير، بس من صارت تعرف بدأ عملية التقييم، وربما يعني سرعة الاستجابة مالتهم أستاذ إياد فيها دليل على أن هم كان عندهم استعداد، كان عندهم تطلع ضمن مسارهم اللي هم ماشيين به. ذاك الوقت حزب الدعوة بدأ ينشط في الوسط الشيعي. هذا هو حزب الدعوة، يعني منذ بداية الستينات وبدأ يعمل. طيب، وازدادت التنظيمات مالته، واحنا كنا نلمس، واحنا كنا طلاب في الجامعة، كنا نلمس النشاط المتزايد لهؤلاء الشباب الموجودين. طيب، من طبيعة الحال نظام البعث تغير، احنا كنا كإسلاميين وقفنا موقف ضد المعارضة لهذا النظام، بس هنا اختلفت كيف نتعامل. ربما هم خاصة بعد الثورة وجدوا أنفسهم أصبح لهم الظهير القوي، صحيح، فكانوا أجرأ، وكنا نشعر نفسنا احنا ليس لنا ذلك الظهير بحيث نتعامل بشكل آخر، فآثرنا أن نستمر بالعمل الدعوي بعيدا عن الممارسات السياسية أو المواقف السياسية. هكذا الذي صار. فهذا الوضع، هذه جرت بالأخير إلى كثير من المسائل التي حصلت والإجراءات التي اتخذت ضد حزب الدعوة من قبل النظام. طيب، في 1987 صار حدث في العراق، جرت مجموعة اعتقالات. نعم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، يعني ظروف هذا الاعتقال، شنو أسبابه وشنو نتائجه؟ هذا طبيعة الحال، وحصلت المسألة
أنا أعتقد هي بقى هذه التنظيم، يعني سواء من أنشأنا سنة 71 استمرارا إلى 87 حتى بعد ما طلعت أنا، استمروا حقيقة، نجح في أن يخفي نشاطه عن السلطة العراقية. وهذه كان بعدين لهم يعني كأجهزة أمن من المفاجآت القاسية، وتعرضوا إلى تقريع من السلطات أنه كيف كنتم غافلين عن هذا الأمر. المهم، بس هو أحيانا قدر الله سبحانه وتعالى، شاب ليس من الأخوان ابن عمه من الأخوان، وهذا في شكل من أشكال يعني التهور. وكان يعني مجندا، يعني يتكلم بشكل مستفز، فاعتقل بسبب ما يصدر منه. فبالتعذيب بدأوا يسألوا، فبدأ يقدم ما يعرفه من أهل سامر، ابن عمه من الأخوة. ووجدوا في التفتيش عنده كتاب من الكتب الإسلامية عليه الإهداء من ذلك الأخ. فذهبوا إلى ذلك الأخ، وثم توسعت الاعتقالات. بعض الأخوة نجحوا، من ضمنهم رحمة الله عليه الأخ عبد المجيد، كان يفترض أن يعتقل، فنجح في أنه يعني يفلت، فاعتقل. عبد المجيد كان هو المسؤول ذاك الوقت. عبد المجيد كان هو يعني اختاروا من بينهم أن يكون هو المسؤول عن التنظيم. وجرت المسائل بالتدريج، يعني مع كل من يعتقل يبحثون منه أصدقاء، منه معارفه، كذا إلى آخره، فبدت كذا. فوصلت مجموعة الاعتقالات إلى ما تجاوز 150 واحد تقريبا على مستوى العراق. على مستوى العراق. كثير من المطلوبين قدروا يعني يهربون. ذاك الوقت كان هناك فرصة أنه اللي يصل إلى المناطق الكردية يعني يشعر نفسه نوعا ما بأمان، وبعضهم يعني منعته استطاع أن يخرج إلى أماكن أخرى. هنا من صارت الاعتقالات، احنا كنا في الخارج، يعني سنة 87 كنا في الإمارات، فأخذنا على عاتقنا أن نبذل مجهود في تخفيف الأمر. نتيجة الحرب ذاك الوقت، الحرب العراقية الإيرانية بعدها لم تنتهي، والمزاج الإسلامي تغير لصالح العراق ضد إيران. فما أراد العراق أن يظهر أنه هو يضطهد الإسلاميين. هاي النقطة الأولى. ثم تدخلت أطراف متعددة، يعني أبو بدر اللي كان أحد رجال الأعمال الأثرياء في الكويت، وهو يعني شخصية إخوانية معروفة، وله علاقة وثيقة مع وزير الأوقاف العراقي ذاك الوقت. الرجل اتدخل ويتصل في هذا المجال. كان حتى أربكان ذاك الوقت يعني ذكر لنا أنه أيضا يعني تكلم مع السلطة العراقية، وكان له وزنه ذاك الوقت في تركيا في أنه في هذا الأمر. وحصلت وساطات أخرى. السوريين الموجودين ولو اتفاجأوا أنه أحد عناصرهم يعني كان ضمن المعتقلين، أيضا كان لهم جهد حقيقة أكثر من جهة، يعني أكثر من جهة كان لهم جهد في هذا المجال. لا ننسى ذاك الوقت تأسس ما يسمى المؤتمر الشعبي الإسلامي، والأخوان لهم دور في هذا المؤتمر، يعني بعد القيادات. حسن الترابي فحسن الترابي أيضا في الزيارة التي قام بها للعراق أيضا تكلم مع السلطات في هذا الأمر. التحقيقات أظهرت هذه حركة داخلية محدودة، ليس لها ارتباط بالخارج، لها ارتباط بفلان وفلان. يعني ذكرت في التحقيقات، ذكر اسمي، ذكر اسم دكتور أسامة في التحقيقات. بس بالتالي أنتم عراقيين. أي يعني هي ليس لها علاقة بدولة ولا متواصلة مع دولة. العمل
الذي تقوم به هو عمل دعوي إصلاحي وليس بتفكير انقلابي أو تفكير عنفي أو إرهابي أو شيء من هذا القبيل. فارتأى يعني صدام ارتأى في أنه يكفي، يعني يكفي وصول إلى هذا الحد، أنه فلتتوقف الاعتقالات، هاي واحدة. وأيضا يعني هو صدرت أحكام على حوالي 54 واحد أو 50 واحد عن حوالي 5 من عندهم من 50 حكموا بالإعدام، ما نفذ، المسألة ما نفذت. بعدين خففت الأحكام وأفرج عنهم بالتدريج، يعني بين صدور الأحكام وبين خروج آخر واحد صار حوالي 5 سنين. يعني آخر واحد يمكن تم الإفراج عنه بعد يعني بعد ما خرج العراق من الكويت سنة 91 أو 92، آخر من تم الإفراج عنه. هذه قدرتوا توصلوا لها أستاذ إياد، هذه الأوراق التحقيقية، لو صعب يعني ما وصلكم شيء من عندها؟ والله هي أنا شخصيا وصلتني يمكن بضعة صفحات. لا أدري من أوصلها لي حقيقة في حينها، لكن تعرف كل دوائر الأمن والمخابرات أكو أطراف أخرى هي سارعت للسيطرة عليها. صحيح. زين. فهي ليست تحت أيدينا، هي ليست بس ممكن تكون موجودة في مكان ما. موجودة، يعني موجودة هذه المسألة، وأنا أعتقد جزء حتى محفوظة قد يكون الآن ضمن السجلات الأمن العامة أو المخابرات أو شيء من هالقبيل. بعض الأطراف السياسية تعرف في هاي الأوراق مع المخابرات والأمن بعضها أخذتها الولايات المتحدة، يقال أنها هل أرجعتها كلها قسم من عندها، بعضها أطراف عراقية سيطرت عليها. يعني يقال أنه أحمد الشلبي تحديدا كان حريصا على الوصول إليها. أي فبعض الأطراف العراقية حصلت يعني على هذه. أريد أسألك على مشاعرك. أنت من وصل لك نبأ هذه الحملة وأنت مشرف على هذا العمل من 71 إلى 1987، شنو كانت مشاعرك؟ شنو كان موقفك؟ شنو الليالي اللي عشتها بذيك الفترة؟ هو طيبة الحال، هو سبحان الله أنا كنت في أواخر سنة 76، يمكن جوز شهر كانون الأول أو شيء من هالقبيل لا أذكر. كنت يعني ذهبت بزيارة إلى الأردن ذاك الوقت. بنتي 86 عفوا 86. اي نعم 86. اي كنا لازلنا بعدنا بالامارات. انت هذه اول سنه، احنا ما ذكرنا هذا السياق التاريخي. انت انتقلت من الاردن الى الامارات بال 87 تقريبا. اي انتقلت، بس طول تلك الفتره يعني بعد ما تركت كنت تتردد على الاردن. اتردد على الاردن، يعني مساله مو جديده، يعني اكثر من مره. بنتي كانت في الجامعه، يعني بقت هناك في الجامعه في الأردن. المهم في سبحان الله، يعني بعد ما رجعت من الأردن بأسبوعين وصلت الأخبار. فكان بالنسبة لنا حقيقة مثل يعني المفاجأة والصدمة، لأنه لا ندري، يعني نحن نعرف كيف يتعامل البعثيون مع المعارضين، فما كنا ندري يعني كيف سوف تتطور الأمور. بدأت توصل الأخبار بالتدريج، يعني بعض من استطاع أن يفلت يعني اتصل وخبر، فبدأت عملية التواصل وتجميع المعلومات في معرفة من هم الذين تم اعتقالهم، كذا ما الظروف التي هم فيها إلى آخر ذلك. الحال يعني عنصر القلق يغلب على أي عنصر آخر. إضافة إلى كل هؤلاء، يعني بتعرف بيني اللي اعتقلوا خاصة الصف الأول منهم، بيني وبينهم علاقات وثيقة يعني جدا تستمر لسنين، هم بالنسبة لي أخوة. فكانوا يعني الأمر جدا مؤلم لي شخصيا عندما أشعر هؤلاء اللي هم يعني أعتبرهم أخوتي هؤلاء واعتقلوا وهم يتعرضون إلى الأذى والكذا إلى آخر ذلك. أي فحقيقة كان المسألة مؤلمة للنفس. وعنصر
القلق الذي يغلب، ثم صار مسألة أنه لابد أن نبذل ما أقصى ما نستطيع في سبيل أن نخفف عن هذه المسألة أو أن نعالج. حقيقة الأخوة في الخارج ما قصروا، يعني بذلوا جهدا في هذا الأمور والاتصالات، كل الأخوة الذين كانوا في الخارج كل يعني في المجال الذي يستطيعه. خلينا نقول منو أبرز الأسماء اللي سعت إلى تحريك الأطراف الخارجية مثلا حسن الترابي أو المؤتمر الإسلامي أو اللي ذكرت بعضهم؟ كلهم تحركوا حقيقة، ما أقدر أقول لك واحد دون الآخر، أنا أعتقد كل تحركوا يعني. أكو دور إلى يعني يمكن دور حسن الترابي كان دور مهم، دور أربكان كان دور مهم، أيضا أبو بدر، لأنه ذاك الوقت لا تنسى خلال الحرب العراقية الإيرانية العلاقة مع الكويت كانت جيدة. علاقة العراق مع الكويت جيدة جدا، والعراق حريص جدا على إرضاء الكويت. زين، فهذه أيضا كان له دور في هذا المجال. وأيضا السوريين يعني رغم هذا عدنان سعد الدين كان في العراق وبذل جهدا وكان متواصلا في هذه المسألة حقيقة، يعني كل حاول أن يبذل الجهد الذي يستطيع. والصحافة العراقية أستاذ إياد في ذلك الوقت ذكرت هذه المسألة لو كانت قضية أمنية محدودة؟ ما أعتقد تطرقت لها. لا، الصحافة العراقية في ذلك الوقت كانت لا تتكلم عن خلينا نقول ما يسمى النشاطات المعادية ولا كذا إلى آخره، إذا اعتبر هذا من النشاط المعادي يعني. فحملة أمنية بعيد عن الصحافة. لا، هي ما كانت الصحافة ما كانت يعني تتكلم، لأنه هذه تظهر النظام بالمظهر الضعيف، يعني في قدام العالم تظهره بالمظهر الضعيف، فهم يحاولون يتجنبون ذكر هذه المسألة. وليش أسأل هذا السؤال؟ أسأل هذا السؤال لأن الأطراف الخارجية من أين علمت بهذا الموضوع؟ احنا خبرناهم. لا احنا تواصلنا معهم واحنا خبرناهم. فبالنسبة للحكومة، بالنسبة لصدام حسين، يعتبر الأمر طبيعي أنه ذول الناس عندهم بعض الامتدادات أو عندهم بعض التأثير على هؤلاء الناس. شوف، هو عملية الاعتقالات هي لم تتوقف في داخل العراق، سواء على مستوى أشخاص معادين، هذا حاجي لحجاية، هذا كذا، يعني كانت مستمرة. أكو اعتقالات لضباط في الجيش، أكو اعتقالات يعني إلى مدنيين، فهي لم تتوقف يعني هذه العملية. ولذلك هي الصحافة العراقية والإعلام العراقي لم يكن يتكلم عن هذه المسائل لكثرة تلك الحالات. لكثرة تلك الحالات. فيعني ولكن احنا من صار عندنا خبر بدأت الحركة مالتنا في سبيل أن نخفف من وقع أو مما قد يترتب على هذا الأمر بالنتائج سيئة. طيب، خلينا نحكي على موضوع الانتقال إلى الإمارات من الأردن إلى الإمارات. شنو كانت ظروفه؟ وأنت ذكرت لي حضرتك يعني قبل البرنامج أنه كنت في الشارقة. نعم صحيح. بين 86 و 87. هو اللي صار الآتي، يعني أنا ذهبت إلى الأردن في حدود سنة 80، بحدود سنة 79 وقد كثرت أعداد العراقيين الذين خرجوا من العراق، يعني نتكلم عن إخواننا الذين خرجوا، الذين ذهبوا للدراسة ثم آثروا عدم العودة، الذين ذهبوا للعمل في بلدان أخرى، والإمارات كان فيها عدد لا بأس من العراقيين يعملون هناك، الكويت أيضا كان بها، السعودية بها إلى آخره. وحصل الرأي عند الأخوة في الخارج، هذا قبل أن أتعرف، يعني قبل أن أرتبط معهم، أن الأخوة في الخارج أنه يجب أن يعني يشكل لهم تنظيما للعمل في الخارج. زين، هو اللي كان سابقا أي أخ يطلع يعني أحيانا قد ينخرط في العمل الإسلامي الموجود عند الآخرين، إذا أكو عمل أو ما أكو عمل يعني إلى آخره، فوجدوا هاي المسألة مو صحيحة، فأن لابد أن يشكلوا حالة عراقية خاصة معنية بالآتي. كان هذا العنوان، أنه هذا الوضع في العراق لن يستمر، فعليهم أن وسيحدث تغيير في متى لا نعلم، كيف لا نعلم، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى تقول أنه لا يمكن لوضع أن يستمر، فعلينا أن نكون متهيئين لتلك المرحلة. طيب، هؤلاء الأخوة الذين خرجوا إلى الخارج
بدأوا يكتسبون خبرات واسعة، كل في المجال الذي هو فيه. كثير من عندهم حملة الشهادات العليا في مجالات متعددة، وبالتالي فلنعمل على تجميعهم وجمعهم بتنظيم وتهيئتهم لمرحلة ما بعد التغيير بهذه الصورة. كيف سيكون لا ندري، بس على الأقل نكون متهيئين زين، وأن لا يتركوا هؤلاء يبقون كأفراد، لا، إنما تبقى كمجموعة تتعامل مع الحدث. هذا الأمر بداياته تم تصور من 79، ويمكن العنصر الأول الذي بادر فيه في ذلك الوقت الدكتور أسامة التكريتي، يعني هو كان العنصر الذي فكر بهذه الصورة وحاول أنه يهيئ، ثم بدأ يجمع الآخرين حوله، ثم وتطور. أنا من طلعت سنة 80 ما كان عندي يعني معرفة بهذا الأمر، ثم أصبحت ضمن المجموعة، والمجموعة بلورت مسائلها بعقدة مؤتمر تأسيسي، وشكل مجلس شورى، ثم شكلت القيادة للعمل هذا. في أي بلد كان هذا؟ هم منتشرين، هم كانوا منتشرين، فهذه اللقاءات يختارون مكان اختاروا في حينها بريطانيا، لأنه كان بريطانيا عدد كثير من أخواننا، خاصة الطلاب اللي بعضهم أكمل الدراسة وبعض كان بعد في مراحل يعني لم يكملها، إضافة لجو الحرية الموجود في بلد مثل بريطانيا لكثرة العدد ولجو الحرية الموجود. فعقد هذا المؤتمر في بريطانيا سنة 82، فتشكل مجلس الشورى، أصبحت عضوا فيه، ثم شكلت القيادة فأصبحت عضوا فيها. هذا تحت عنوان الإخوان المسلمون في العراق؟ الإخوان المسلمون العراقيون المغتربون أخذ هذا الاسم. والخطة التي وضعت هي خطة هذا ما سمي بعد يعني تنظيميا العمل الرديف. هذا العمل هو العمل الرديف لعمل الداخل. ويكون مهمته مساندة الداخل تحت هذا العنوان. فهذه المسألة، فأنا كنت عضوا يعني في القيادة سنة 83، ولكن عضو غير فعال، والسبب لأني في الأردن ومرتبط بالعمل الوظيفي يعني في الشركة، وعدد العراقيين في الأردن محدود، يعني إخواننا في العراق ما يتجاوزون 2-3 ذاك الوقت، يعني ما عندنا ذلك العدد. فلذلك تقريبا يعني ما عندي شيء اسما بالقيادة، فالوضع لا يستقيم. فذكروا لي الأخوة اللي كانوا معي، قالوا هذه المسألة لا تستقيم، أنت عضو ويانا بالقيادة وإحنا نريدك تبقى ويانا، ولكنك أنت مشلول عن العمل ولا تؤدي شيء خلال وجودك في الأردن، فلا بد أن نرتب لك وضع آخر، وضع تستطيع أن تتحرك به بحرية أكثر. هنا أكو فد مسألة حتى تكون واضحة. كنا في الأردن ويريد أحدنا يسافر، عراقي مقيم بالأردن ويريد يسافر، زين، السفارات في الأردن تطلب الموافقة من السفارة العراقية. طيب إذا أنا مش زاعل وياهم شلون؟ هاي كانت من المعوقات، تقييدات، يعني معوقات. ولذلك يعني في مرات سابقة ردت أسافر ما قدرت أسافر، لأنه علاقتي مقطوعة مع السفارة العراقية، لا أتردد عليها، ما اضطريت أراجعها إلا لما أريد أسجل ابني بعدين بالجواز بسنة 84. فكل السنوات الأولى مقطوعة ماكو شيء كذا مع الإشكالات. بينما في الإمارات الوضع يختلف، يعني كانت السفارات لا تشترط هذه المسألة. ما السبب لا أدري حقيقة، الوضع يختلف. هل ربما هذا بمطلب كان من السلطات الأردنية للسفارات، وعادة السفارات تلتزم، يعني السفارات لا تلتزم بما تطلبه السفارة العراقية، ولكنها تلتزم بما تطلبه الحكومة الأردنية من عدة من الإجراءات. على كل حال، فكان الرأي أنه أنت يعني بقائك ويانا في القيادة نريدك، ولكن وجودك في الأردن ما عاد نافع. فقلت أنا ما عندي مانع،
أنا ممكن إذا دبرتوا لي شغل بالأرض بالإمارات أذهب إلى الإمارات. هذا الذي صار يعني بعد فترة. بس قلت لهم يؤجل هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات القادمة. احنا سنة 86 عندنا انتخابات داخلية، وأنا لا أدري قد أنتخب للقيادة أو لا أنتخب. فإن انتخبت فلا بأس نمضي للانتقال إلى الإمارات، وهذا الذي صار بعدين. وحصل الانتقال للإمارات. في الإمارات أخذنا مجال أوسع أيضا. هناك يعني وضع لإخواننا في الإمارات أيضا كان الوضع ممتاز حقيقة. لما رحت الإمارات بشكل عام العمل الإسلامي في الإمارات كان نشيطا. كانت هناك جمعيات وهناك نشاط، وكثير من الأنشطة كانت مدعومة من وزارة الأوقاف الإماراتية. العلاقات حسنة بين الأخوة وبين حتى شيوخ الإمارات يعني وكذا. فنمط العلاقة بين مو بس الحكومة بس منظومة الحكم في الإمارات في أعلى المستويات ومع الأخوة حقيقة كانت ممتازة. حتى كان أحد الأخوة يمكن وكيل وزارة العدل من الأخوة في ذلك الوقت، وكيل وزارة يعني كان من الناحية الوظيفية أعلى شخصية تقريبا بين الأخوة في هذا الموقع الوظيفي. وكان المجال واسع للدعاة حقيقة، وساهموا في الجانب الإغاثي والتربوي والتعليمي. يعني هي الإمارات يعني حتى من ضحدة من المسائل يعني كانت وزارة الأوقاف تتبنى إرسال بعثات للطلبة العرب إلى بلدان أوروبية على حسابها. يعني في أي اختصاص عندهم لا أدري كيف، وأعلم كثير حقيقة من الطلاب ذهبوا للدراسة إلى خارج في بلدان أوروبية وفي أمريكا حتى على حساب على نفقة هم الإمارات. من أولاد المقيمين؟ لا والله يعني ما أدري مقيمين يعني هم يعني أقصد مو مواطنين إماراتيين. لا ما نتكلم عن المواطنين. المواطنين حظوظهم أوسع طبيعة الحال. يعني ما من مواطن يريد يكمل الدراسة أو يدرس في الخارج إلا والدولة تتبناه، يعني ماكو إشكال فيها. بس نتكلم إحنا عن الوافدين إلى الإمارات، وأحيانا الناس هم ليسوا وافدين إلى الإمارات بس يقدمون فتقبل يعني أيضا عن طريق بهذه الصورة. فهي الأجواء كانت حقيقة إيجابية جدا في ذلك الوقت. ولذلك وجدوا أخواننا أنه وجودهم في الإمارات يعني هو المكان الأنسب. لم تكن هذه الحرية متاحة في البلدان الأخرى، يعني لا في السعودية ولا في الأردن. يعني ماكو تضييق، بس فرق ماكو تضييق شكل بين أنه وجود الحرية الواسعة. لا، كانت الإمارات فيها ذلك المجال الواسع من الحرية. وصلنا لنهاية هذه الحلقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن فترة الإقامة في الإمارات وما تبع ذلك. حياك الله أستاذ. حياك الله.